ده ليله ام القاره كلها السودا مع الاهلي يا جدعان. نشره اخبار الاهلي الصباحيه، اخر اخبار النادي الاهلي اللي هتولع الدنيا وربنا يسترها على المنافسين يا جماعه. والله اول خبر معانا وهو ان عاجل ورسميا النادي الاهلي بيتعاقد مع شركه فودافون انها هتكون الراعي الاساسي للنادي الاهلي، وهتكون الراعي الاساسي على التيشيرت. وانتوا عارفين ان فودافون مع النادي الاهلي بنركب القاره وبنركب العالم كله، ووش فودافون حلوه مع النادي الاهلي، وبجد بجد هترجعنا للذكريات وكمان بقيمه ماليه يعني ضخمه جدا. يعني دلعني في الصفقات. تاني خبر حلو معانا يا جماعه وهو ان النادي الاهلي بيجدد عقد حسين الشحات لمده موسمين. ربنا يسترها عليك يا زمالك، حسين الشحات لسه قاعد. وبجد بجد حسين الشحات يا جماعه يستاهل انه يلعب لحد ما يعتزل في النادي الاهلي يا جماعه. تالت خبر حلو معانا وهو ان النادي الاهلي ابلغ رضا سليم بالعوده للفريق بعد نهائي دوري ابطال افريقيا علشان النادي الاهلي محتاج لخدماته. وبجد بجد النادي الاهلي لسه ما استفادش من رضا سليم، ورضا سليم هيكون اضافه قويه جدا للفريق. رابع خبر معانا يا جماعه وهو ان النادي الاهلي انهى الاتفاق رسميا مع نادي نيس الفرنسي لاستعاره محمد عبد المنعم لمده موسم مع بند خيار الشراء. يعني كده محمد عبد المنعم معانا في الموسم الجديد وربنا يسترها على القاره كلها. خامس خبر معانا يا جماعه وهو ان النادي الاهلي انهى التعاقد مع اللاعب اكرم توفيق لمده 5 مواسم، وعوده اكرم توفيق هتكون اضافه قويه كبيره جدا 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 للفريق والمنتخب مصر، وهيلعب في نص الملعب وباك يمين علشان رحيل اليو ديانج. نسكت على كده لا. سادس خبر معانا يا جماعه علشان خاطر رحيل اليو ديانج النادي الاهلي انهى التعاقد مع اللاعب بدر موسى خط وسط بتروجيت وخط وسط منتخب فلسطين. واللاعب ده قوي جدا 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 وعامل اداء قوي جدا في الدوري المصري. وبجد بجد يعني بدر موسى لاعب يعني اسطوري. سابع خبر معانا يا جماعه وهو ان النادي الاهلي انهى التعاقد مع عمر فايد مدافع فنربخشة التركي. وبجد عمر فايد الملقب بحجازي الجديد. يعني لك ان تتخيل كده في خط الدفاع محمد عبد المنعم وجنبه عمر فايد. نيجي بقى يا جماعه لتامن خبر معانا. يعني تامن خبر ده جميل جدا وهو ان النادي الاهلي استقر على يعني قميص الفريق. هيكون زي ما انت شايف كده الثلاث قمصان، ده القميص الاول وده القميص الثاني وده القميص الثالث. وبجد بجد القميص للموسم الجديد هيكون قوي جدا جدا جدا. يعني كل الناس اللي في الكومنتات انهي احلى واحد فيهم. نيجي بقى يا جماعه لتاسع خبر معانا، وتاسع خبر معانا هو اللي قوي جدا. النادي الاهلي كلم احمد عبد القادر. طب هتقول لي كلم احمد عبد القادر ليه؟ ما هو كان عندنا. كلم احمد عبد القادر عشان يستفسر عن يعني زميله مين هو؟ ايمن حسين مهاجم منتخب العراق ومهاجم نادي الكرامه العراقي. وبجد بجد هيكون اضافه قويه جدا. وبالفعل النادي الاهلي بيحاول يخلص ايمن حسين. كل الناس اللي في الكومنتات يا جماعه انهي خبر اقوى من الثاني وربنا يسترها على القاره كلها.